ابراهيم سعيد يا سلام يا سلام يا راجل يا راجل مش ممكن مش ممكن مش ممكن قصة هدف مش قصة هدف الكورة دي ازاي قصة هدف الكورة دي ازاي وتترد تاني لصندوق مرة تاني وتمسك العرض وعلى ابراهيم وتترد تاني لصندوق مرة تاني وتمسك دماغه وعلى ابراهيم وصندوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمهم رحمة واسعة وجميع أموات المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. أجريت عصر اليوم قرعة الدوري، فأسفرت عن الأهلي سيلاقي الشرقية إنبي النادي المدمج حديثا. الأهلي هيلاعب أول جولة الشرقية إنبي في استاد القاهرة. الزمالك هيلاعب الاتحاد السكندري. ثم الجولة التانية الأهلي هيقابل زد والزمالك البنك الأهلي. ثم الجولة التالتة الأهلي هيلاعب سموحة والزمالك هيلاعب منتخب السويس بتروجيت النادي المندمج أيضا حديثا. الجولة الرابعة المقاولين والأهلي في استاد عثمان أحمد عثمان. الزمالك وبوقير للأسمدة. ثم الجولة الخامسة الأهلي وبوقير للأسمدة، الزمالك وغزل المحلة. والجولة السادسة بحلم بيك أنا بحلم بيك، بحلم بيك أنا بحلم بيك، ويوم 11 أكتوبر أنا مستنيك. الأهلي والزمالك قمة الكرة المصرية، وحسين الشحات ينتظر هذا اليوم بفروغ الصبر، بل كل الأهلي ليروا ما هو البطل الحقيقي في أرض الملعب ليس بالتحكيم. محمد عبد المنعم والأهلي. من أسبوعين الأهلي اتكلم مع عبد المنعم لما كان لسه في مصر قبل ما يسافر. قال لك عندي شرطين. اشترط على الأهلي محمد عبد المنعم، اشترط على الأهلي شرطين ويا لهم من شروط. قال لك لو هاجي موسم واحد وليس بيع هيبقى إعارة، ده الشرط الأول. والشرط التاني اللي هو ياخد الراتب اللي بياخده في نيس الفرنسي. أمور تعجيزية طبعا. ده الكلام ده قبل ما يسافر. تحس اللي هو كده ايه بيطفش. اصل هو بياخد 2 مليون ونص دولار يورو في الموسم. يا عم قول 2 مليون بلاش النص، يعني يخش له في 200 وشوية ولا 100 وشوية، 135 125 في الرينج ده. طيب انت بتقول امور تعجيزية في سقف رواتب يا بيه. فلما قوبل طبعا بالرفض من قبل ما يتناقش العرض، والراجل سافر وراح يعمل فترة اعداد، وبعد كده المدير الرياضي طلع قال فتح له الباب اللي هو يخرج كبيع او اعارة. الوكيل بتاعه كلم الاهلي قال لهم لو عاوزين عبد المنعم تمام. الاهلي قال له ما عندناش مانع بس بسقف الرواتب، ما عندناش مانع اللي هو يرجع بس في سقف الرواتب، ويرجع بشروطنا، يرجع بيع ما يرجعش اعارة. هذا هو الاهلي يحكم باحكامه. اشرف داري ومفاوضات الوداد. الوداد عاوز اشرف داري، بس الوداد بيأجل الصفقة للأيام الأخيرة عشان عارف إن الأهلي عاوز يتخلص من أشرف داري والراتب بتاعه، وهو كده كده ملوش مكان في القايمة. فبدل الأهلي مش عاوز يفسخ العقد، الأهلي عاوز يستفيد من أشرف داري، يعني أكبر استفادة ممكنة اللي هو يستفيد منها الأهلي هيستفيدها. محمد
صلاح الى طرابزون سبورت. ليه يا اسطى؟ ليه مش عاجبك الدوري الانجليزي؟ تمام. مش عاجبك الدوري الانجليزي؟ تمام. رغم ان استون فيلا وبعض الانديه وسط الجدول كانوا يتمنوا لهم اللي انت تروح له. الدوري الاسباني ماله؟ الايطالي ماله؟ يا جدع يرجع روما بدل اللي انت رحته ده. ده نادي يعني ولا قطب ولا شعبيه الاولى في البلد. ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ عاوز تسترخي وتريح نفسك وتروح الدوري الامريكي. عاوز تسترخي روح الدوري الصيني، بيدفعوا فلوس حلوه برضه. روح السعوديه، اتحاد جده كان عايزك. انما ننام ونصحى وننام ونصحى. اتلتيكو قرب، ماشي يا عم، اتلتيكو حلو، روح العب دوري ابطال، كسر ارقام في دوري ابطال جديده. انما ايه طرابزون سبورت ده؟ بيلعب كونفدراليه ده برضه ولا ايه؟ ايه ده يعني؟ مش عارف بصراحه. ببحث عنه معلومات كده عن طرابزون سبورت. ده تأسس سنة 67، يعني تأسس مع النكسة. يعني نادي القناة تلاقيه أقدم منه. ماشي. ويلقب عاصفة البحر الأسود. يعني هي من أولها باينة صلاح سواد. إيه ده؟ 7 دوري و10 كاس. ده الزناطير يتفوقوا عليهم. ولا يشارك في دوري أبطال أوروبا. طب انت حسبتها ازاي؟ حسبتها فلوس الله اكبر. يعني انت اللي ادولك ليفربول مفيش نادي هيعرف يديك زيه، وشهرة ومجد. يا جدع ارجع روما، روح نابولي. بلاش روما، روح نابولي. انما ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ لا، وطالع واحد مدلس اسمه ايمن عبد العزيز، ما افتكروش اساسا غير اللي هو لعب 10-15 ماتش كده مع مصر المقاصة. في ايه؟ يقول لك الكرة ما فيهاش لا اله الا الله. الكرة ما فيهاش تكتيك، الكرة فيها بلفة يا كابتن ايمن. يقول لك بكل تدليس، يقول لك نادي طرابزون قاعدة جماهيرية ضخمة، وإضافة وزيفيكاوي، وإضافة في تاريخ محمد صلاح. حضرتك ده ده التاريخ هو اللي رايح له. التاريخ هو اللي رايح طرابزون، مش طرابزون اللي هتضيف للتاريخ. بلاش تدليس. انت عشان رحت لعبت في النادي ده سنتين بقى هو اعظم نادي في العالم؟ بلاش تدليس. وهو رابع مصري يلعب في النادي بعد ايمن باشا عبد العزيز اللي الكرة فيها بلف، وسيد معوض ال6 شهور اللي كانوا ترانزيت كده ساعة لما مشي من الاسماعيلي وراح الاهلي بعديها. وعندك اخيرا وليس اخرا محمود حسن تريزيجيه من موسمين كان بيلعب هناك. الاهلي وما بعد ماتش الزمالك هيلاعب الزمالك في الجولة السادسة. الجولة السابعة هيلاعب القناة، ثم مودر، بيراميدز، محلة، بترول اسيوط، سيراميكا، الاتحاد السكندري، الجونة، السويس، البنك الاهلي، المصري، طلائع الجيش، ودجلة. ده اخر ماتش في الدور الاول دجلة. ثم هيتقسموا الى مجموعتين، مجموعة التتويج 6 فرق، ومجموعة البقاء 14 فريق. هذا كان ما لدينا، والله الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.